اللي بينجح بقى ده شخص مختلف، يعني اللي بينجح ده بيبدأ طبعا بيعمل من أول يوم، هو من أول يوم وهو بيبيع، حتى لو بيبيع بيعة أو بيعتين أو ثلاثة في اليوم أو 5 أوردرات في اليوم، بس هو بيبيع واحدة واحدة، وبيحلل كمان البيع ده، وبيختبر السوق بتاعه بسرعة. بيبتدي يعرف رأي الناس في المنتج بتاعه، الناس حابة إيه، طب الناس طالبة عرض، طب الناس شايفة إن السعر مناسب ولا لأ، وبيبتدي يعدل من نفسه. بيتعلم بقى من كل اعتراض، يعني النقطة دي مهمة جدا، لأن في ناس بتاخد الموضوع بحساسية شديدة جدا وبتاخده على أعصابها. هو المنتج أو الخدمة أو المشروع أو البيزنس بتاعك هو مش شخصيتك، ولا حد بيعيب في شخصيتك. وحتى لو يعني أنت الفكرة كلها إن أنت دايما تتعلم من كل الاعتراضات، تتعلم من آراء الناس. مش كل آراء الناس بتبقى سلبية، ومش كل آراء الناس بتبقى دايما تاخدها بنظرية المؤامرة، اللي هو الناس كلها بتحاول تفشلني، الناس كلها بتحاول إن هي تعترض نجاحي وكل الأمور دي. لا، الموضوع أبسط من كده بكتير. أنت تقدر تحس فرق بين ده وبين ده، بين اللي فعلا بيعمل كده وبين الاعتراضات الحقيقية اللي موجودة على البيزنس بتاعك أو المشروع بتاعك، وتبتدي تحللها وتبتدي تفهم الاعتراضات دي إيه سببها، وتبتدي تعالج الموضوع ده كويس جدا. هو ده الشخص اللي بينجح وبيداري أو بيعدي من مرحلة الفشل اللي احنا اتكلمنا فيها في الثلاث أربع نقط اللي فوق. المحور الثالث بقى والمهم، هو 4 أسباب بتخلي دايما مفيش مبيعات عندك في الأول. مفيش عرض واضح، يعني أنت ما بتعملش عرض للمنتج بتاعك أو للخدمة بتاعتك واضحة، عرض فيه لو كان مثلا منتج أنت بتعرض صور بكل الزوايا بأشكال معينة بطريقة لايف ستايل معينة للمنتج بتاعك، أو أنت مثلا لو بتعمل خدمة تحط كل جوانب الخدمة وتحط كل اللي هيحصل في الخدمة بشفافية كبيرة جدا، فأنت بتحط عرض واضح. زائد إن أنت كمان في الماليات بتحط عرض واضح، يعني ما بتبقاش فيه أي مصاريف مخفية أو في أي أمور بيتفاجئ بيها العميل بعد كده. مفيش مشكلة حقيقية أنت بتحلها. الكلام ده احنا اتكلمنا فيه في حلقة سابقة بالتفصيل، بس فعلا دي حاجة مهمة جدا. من الأسباب اللي بتخلي مفيش مبيعات إن أنت ما عندكش أصلا مشكلة تحلها، سواء بالمنتج بتاعك أو بالخدمة اللي أنت بتقدمها. أنت مختار دايما جمهور غلط، أو مختار الجمهور الصح وبتخاطبه بالطريقة الغلط، ودي هيبقى فيها حلقة مستقلة بذاتها، وهتبقى في التسويق أكتر فيها كتير جدا من البيزنس والمشروعات. مفيش دايما متابعه او فولو اب، يعني انت على طول ما بتعملش متابعه للعملاء بتوعك والناس اللي بتحاول تشتري منك، او الناس اللي حتى اشترت منك هي خدت القرار بعد قد ايه، والامور دي عشان تفيدك الحاجات دي في التسويق فيما بعد. فاغلب الصفقات على فكره بتتقفل بعد 3 او 5 او حتى 6 محاولات من المتابعه، مش من اول مره. فده معناه انت محتاج تتابع. لو انت مثلا بتعمل خدمه او بتقدم خدمات مثلا زي الاستشارات والتسويق او حتى العقارات او الامور دي كلها، فانت محتاج ان انت تتابع مرة واثنين وثلاثة وبأسلوب وبطريقة معينة علشان تعرف توصل لنتيجة وتقفيل الصفقة.